أقبل. سنتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفي في داخل الاستوديو الأستاذ أحمد التايب الصحفي باليوم السابع. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح النور على حضرتك وصباح النور على السادة المشاهدين الكرام. بداية لو احنا حللنا وضع او احنا بنتكلم حضرتك كمحلل سياسي في هذا الموضوع، لو حللنا الوضع الحالي هل بنتكلم عن تصريحات وحاجة تحت بند حرب استنزاف سواء اقتصادية أو عسكرية؟ ومؤكد طبعا اللي بيحدث الان وما يدور الان في المنطقه هي نقدر نقول ان هي حرب استنزاف بمعنى الكلمه لكل الاطراف بالمناسبه، وحتى وللدول اللي موجوده في المنطقه بشكل كبير جدا. لكن هذه الحرب من الممكن ان هي يعني تؤدي الى اشعال او نشوب حرب اقليميه كبيره جدا، لانه في النهايه الوضع يعني فعلا زي ما حضرتك انا شفت طبعا قطع بحريه امريكيه تدخل المنطقه، طبعا طيران او طائرات تدخل الى الخدمه مره اخرى في منطقه البحر المتوسط، وبالتالي المركزيه الامريكيه الوسطى ده بالفعل المنطقه الوسطى تم زيارته، تم قام بزياره الى تل ابيب، وهناك تنسيق كامل بين اسرائيل وبين الولايات المتحده الامريكيه في فكره دعم اسرائيل حاله وجود اي رد لايران. وبالتالي احنا بنشوف ان المنطقه بالفعل على صفيح ساخن وعلى برميل من البرود قابل للاشتعال في اي وقت من الممكن. وبالتالي اعتقد انه ما يدور الان في غزه وما يفعله نتنياهو من اصرار ومن تعنت حقيقي لعدم وقف اطلاق النار وعدم انهاء هذه الحرب بعدوانه المستمر وب يعني الاستفزازات اليوميه، يعني يوميا يرتكب مجازر في حق الفلسطينيين في كل المدن الفلسطينيه للاسف الشديد وفي قطاع غزه على الاخص. وبالتالي نحن نرى ان الكره الان في ملعب اسرائيل وفي ملعب الولايات المتحده الامريكيه ايا كان الرد الايراني، لانه في النهايه الرد الايراني هو لابد ان يكون، وانا اعتقد انه ايران لابد ان يكون لديها رد، لكن وفقا للقواعد الاشتباك القديمه ام هناك قواعد اشتباك سيتم رسمها في المستقبل. هذا ما يعني سنراه خلال الايام المقبله، لانه انت عندما تتحدث عن اختراق امني حقيقي لطهران ولايران من خلال اغتيال قائد او يعني حركه حماس او رئيس حركه حماس للمكتب السياسي في قلب طهران، ده اهانه كبيره جدا لطهران اولا، ثم ايضا هو اهانه كبيره على سمعه ايران امام وكلائها، ثم لابد ان يكون هناك رد لايران، لانه طبعا ايران متهمه دائما ان هي صاحبه الردود الرمزيه، شفناها عندما تم قصف القنصليه الايرانيه في دمشق وكان الرد ليس على القدر المطلوب، والكل تحدث بناء على تقارير عالميه بانه المسيرات والصواريخ التي اطلقت من ايران الى تل ابيب كانت لا تحمل متفجرات. شفناها حتى في الماضي عندما كان تم اغتيال قاسم سليماني وهو القائد الاول للحرس الثوري الايراني، وشفنا ترامب بيتحدث على ان هناك كان تفاهمات سريه بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران في هذا الامر. وبالتالي الكل يتهم ايران الان بانها غير قادره على الرد، وانه اذا اتى رد فانه سيكون رد رمزي. وبالتالي اعتقد انه ايران في هذه المره بعد اغتيال اسماعيل هنيه في قلب طهران، والكل يعلم مدى الاختراق الامني الحقيقي التي استطاعت تل ابيب ان هي تفعله. إذا كانت هي لم ترد بشكل كبير مع قادتها وكان الرد رمزي، فهل سترد على اغتيال اسماعيل هنيه وهو ليس من قادتها؟ اعتقد انه في النهايه ايران هي هو كان في الزياره، هو لم يكن لاجئا داخل ايران، هو كان في قطر. لكن كان في قطر، لكن تم اغتياله في طهران في يوم تنصيب الرئيس وهو ضيف لايران وتم دعوته بشكل رسمي. وبالتالي اعتقد انه ده انتهاك لسياده ايران بشكل كبير جدا، وده اللي تحدث عنه ولكن اسرائيل لم تعترف. يعني اذا احنا بنتكلم في رد ايراني فاحنا لغايه دلوقتي ما شفناش ان اسرائيل اعترفت بانها كانت وراء العمليه. لا، هي ايران اعلنت رسميا ان اسرائيل وتل ابيب هي وراء العمليه، والكل يعلم ان اسرائيل وراء العمليه. اما ما يحدث من غموض استراتيجي فدي سياسه الولايات المتحده الامريكيه وسياسه اسرائيل في فكره احتواء الرد الايراني والضغط على ايران ان هي تقبل بفكره يعني الرد الرمزي الى حد ما، لانه في النهايه الكل يتخوف من نشوب حرب اقليميه في المنطقه. وبالتالي اعتقد انه ايران الان هي تتعامل من منطق
انه لابد ان يكون هناك استثمار لهذا الرد من خلال استنزاف تل ابيب واستنزاف اسرائيل بشكل كبير جدا عسكريا واقتصاديا، وبالتالي هذا الرد سيحقق نتائج من خلال يعني مكاسب اقتصاديه ومكاسب عسكريه من خلال حاله الاستنزاف والتاخر في الرد. هذا امر. الامر الثاني هي ايضا تعد العده في فكره رد الرد او الرد على الرد، لانه اذا ردت ايران برد يعني موجع لتل ابيب، تل ابيب والولايات المتحده الامريكيه اعلنت انها لن تقف مكتوفه الايد، وبالتالي سيكون رد على طهران. في هذه الوقت ماذا ستفعل طهران عندما تقوم الولايات المتحده الامريكيه وايران بالرد عليها اذا كان هذا الرد الايراني الاول هو رد موجع بالنسبه لتل ابيب؟ وبالتالي هي الان يعني تقوم بعمل حسابات معينه في فكره الحمايه للرد الاسرائيلي اذا هي قامت بهذا الرد. وده احنا بالمناسبه احنا شفناه من خلال زياره رئيس المجلس الامن القومي الروسي، وشفنا احاديث وتقارير عالميه تتحدث على انه حاليا ايران تتعامل مع روسيا على اعتبار ان هي تزودها بمنظومه دفاع جوي وبطلب مباشر لروسيا بان هي تزودها بطيارات يعني سخوي، وبالتالي ده نوع من انواع الترتيب يعني العمل على ان هي توفر كل ما يلزم من حمايتها ومن حق الدفاع عن نفسها او القدره على الدفاع اذا قامت هي برد ثم تل ابيب وجهت رد معاكس لهذا الرد الاول. وبالتالي اعتقد انه ايران الان هي في النهايه اعلنت بكل وضوح وبكل حسم انه سيكون هناك رد، لكن الرد الان المفترض او المرتقب من قبل ايران في ظل تحرك الولايات المتحده الامريكيه. اذا ما حدث ما هو متوقع، يعني كان هناك اتصالا هاتفيا بين الرئيس السيسي والرئيس الامريكي وايضا امير قطر، صحيح. وكان هناك اتصال ايضا بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي، وكلها تتحدث عن فكره وقف اطلاق النار في غزه بشكل كامل، وقف نهائي لاطلاق النار. اذا حدث هذا على الارض هل يتغير الوضع؟ هل حتى الرد الايراني سيكون لازما في هذه الحاله ام سيلغى او سينسى تحت هذا البند؟ ده صحيح، لكن في بعض الاحاديث وبعض التقارير العالميه بتتحدث على ان هناك اصرار من قبل الولايات المتحده الامريكيه والوسطاء والدول الفاعله في هذا الامر بان يكون هناك تسويه شامله للحرب في منطقه الشرق الاوسط واحتواء الرد، وانه الرد الايراني ده يتم تاجيله ومنعه مقابل ثمن انهاء الحرب في غزه ووقف اطلاق النار. هناك تقارير اعلاميه خرجت بهذا الشكل، وبالتالي ما يحدث الان وقراءتي للبيان المشترك للولايات المتحده الامريكيه وللدوله المصريه ولقطر في فكره ان يكون هناك خطه جديده والدفع بوقف اطلاق النار والاتفاق وتنفيذ الاتفاق او الصفقه التي اعلن عنها الرئيس بايدن في مايو 2024 هي قابله للتنفيذ من خلال ضغط حقيقي للوسطاء والولايات المتحده الامريكيه. والان الولايات المتحده الامريكيه تمارس بقوه الضغط على نتنياهو للقبول بهذا الامر. ولكن بنيامين نتنياهو يعرف ان انهاء الحرب او انهاء او وقف اطلاق النار والعوده الى ما قبل 7 أكتوبر يعني انه قد يكون عرضه للمحكمه الجنائيه وعرضه للعزل من خلال كحكومه، وبالتالي هي اخر فرصه فهو يدافع عنها. هو خلينا نتفق انه نتنياهو في النهايه هو بيحاول يستثمر في الضعف الخاص بالولايات المتحده الامريكيه في الشق السياسي، لان هي طبعا في حاله من التناقض وحاله من الضعف بسبب ما يجري الان بسبب الانتخابات الامريكيه، وبالتالي هو بيحاول يستثمر في هذا الضعف الخاص للولايات المتحده الامريكيه من ناحيه، ومن ناحيه ايضا يحاول بقدر الامكان ان هو يهرب للامام بان هو يعني يتخلص وينقذ نفسه من المساءله ومن المحاكمه، وخاصه ان هو حتى عليه قضايا فساد داخل المحاكم الاسرائيليه داخل الاسرائيلي نفسه، وبالتالي هو يعلم جيدا. ثم يحاول بقدر الامكان ان يحقق مكاسب سياسيه خاصه به فيما يخص المجد الشخصي لنتنياهو، وده بيشتغل عليه بشكل كبير جدا. الامر الاخر لا ننسى انه الان نتنياهو واسرائيل بتتعامل من خلال امتلاك استراتيجيه القوه، بمعنى ان اسرائيل الان هي صاحبه النفوذ وصاحبه القوه من خلال الدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحده الامريكيه، ومن خلال ايضا العجز المخزي للمجتمع الدولي، وبالتالي اسرائيل بتحاول بقدر الامكان ان
تستنفذ من هذه الامور ومن هذه العوامل لتحقيق اجندتها ولتحقيق مخططها، وخاصه نتنياهو. خلينا نسال على مدى الجديه. يعني اقتراح وقف اطلاق النار عرضه الرئيس الامريكي في 31 مايو اللي فات ولم ينفذ. ايه الجديه في هذا الموضوع؟ هل فكره الصفقه الا ترد ايران على عمليه اسماعيل هنيه، ام ان الفكره الاساسيه هي فكره انه الافضل الان بعد ان انهت اسرائيل تقريبا على قطاع غزه وتم تدميره بالكامل وبالتالي لا يوجد بنيه تحتيه، وحتى ارقام الامم المتحده بتقول انها ارقام مهوله جدا صحيح. لاعاده اعمار هذا القطاع، فبالتالي هل هي انتهت المهمه فبالتالي نبدا الان في الحديث عن وقف اطلاق النار وانهاء المشكله بعد ان حققت الحمله الاسرائيليه على قطاع غزه اهدافها بانهاء هذا القطاع بشكل كامل؟ خلينا نتفق يا استاذ محمود انه في النهايه الولايات المتحده الامريكيه منذ اندلاع الازمه 7 اكتوبر 2023 وهي تتبنى سياسه الغموض الاستراتيجي والفكره اللي هو ان يكون لديها نوعين من الخطابات، خطاب بنشوفه في الاعلام ونشوفه في يعني المحافل الدبلوماسيه يتحدث عن التهدئه ويتحدث عن وقف اطلاق النار ويتحدث عن الاحتواء ويتحدث عن اشياء كثيره جدا. والخط الاخر هو بدل اسرائيل باسلحه والدعم اللامحدود، وبالتالي احنا شفنا هذا التناقض، واعتقد ده هذا الفخ الكبير الذي وقع فيه العالم ووقعت فيه المنطقه، بانه يعني الولايات المتحده الامريكيه بالفعل لديها هذا التناقض الكبير، والكل كان يعول عليها على اعتبار ان هي وسيط تستطيع اللي هي تصل يعني بالازمه الى حل او حلحله حقيقيه للوصول. لكن اعتقد انه الان الولايات المتحده الامريكيه وما فعله المجتمع الدولي من يعني امور مخزيه حقيقيه بشكل كبير جدا، هو اتاح لاسرائيل زي ما حضرتك تفضلت تماما ونتنياهو على الاخص ولليمين المتطرف الحكومه المتطرفه ان تحقق كثير من احلامها. انت الان في قطاع غزه تم تدمير البنيه التحتيه من 60 ل 80% بشكل كبير جدا. انت امام انهاء لكل مقومات الحياه الانسانيه داخل هذا القطاع. انت امام ارقام مهوله جدا بتتحدث عن فوق 60,000 شهيد من اطفال ومن نساء ومن شيوخ، بتحدث عن اكثر من 100,000 او 110,000 يعني اصابات وجرحى وامور كثيره جدا، بالاضافه على الالاف من اللي موجودين تحت الانقاض. وبالتالي ده غير ما يحدث الان في الضفه الغربيه ومن الحروب اللي هي المنسيه سواء كان في الضفه الغربيه او المدن الفلسطينيه. وصل بهم الحال الى تسميم الاراضي الزراعيه، وصل بهم الحال الى اقتلاع اشجار الزيتون. وبالتالي اعتقد انه احلام الدوله اليهوديه الدوله اليمين المتطرف بالفعل تحقق. اما على الصعيد الاخر اسرائيل تلقت هزائم استراتيجيه، نعم اسرائيل تلقت هزائم استراتيجيه على مستويات عده، وبالتالي هذه الامور هو يعني انا اراها وفي اعتقادي انه ما يحدث الان من خلال اشتعال هذه المنطقه ومن خلال العار الذي يعني اتسم به المجتمع الدولي وعدم الضغط الحقيقي للولايات المتحده الامريكيه الذي تمتلك يعني اوراق اللعبه وهي التي هي تستطيع ان تقول لاسرائيل كفى. لكن علينا الا ننسى ان لنتنياهو والحكومه المتطرفه مخططات واهداف، وبالتالي هذه المخططات تتحقق عليها هذه الارض. ثم علينا ايضا ان نعي جيدا ان السياسه الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه هي قائمه على الاستثمار في الازمات. نعي الان حتى انه في حاله وقف اطلاق النار، ونعي إذا كان هناك مشكلة غزة سوف تنتهي ولن يكون ردا إيرانيا وتعود الأمور إلى طبيعتها. صحيح. أنها نحن نتعامل هنا في المنطقة مع شخص لا يعترف مع دولة لا تعترف بالقوانين، مع دولة بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان، بعيدة كل البعد عن فكرة الدولة الديمقراطية. وبالتالي أعتقد أن الأمور لن تستقيم إذا لم ننسى هذا الموضوع على مدى السنوات القادمة حتى إذا حلت المشكلة. أنا بشكر حضرتك الأستاذ أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي باليوم السابع. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. صباح النور يا فندم. وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. غدا